قال رسوله: أنا عاوز أنصح الدكتور محمد مرسي نصيحة في كلمات قليلة. لمين؟ لأشرف من حكم بعد الرسل والأنبياء وعلى رأسهم سيدنا رسول الله، وبعد الصديق كلمات للفاروق عمر. أشرف من حكم بعد هؤلاء وأعدل من حكم، العبقري الذكي الألمعي الفاروق الأواب عمر، الذي نزل القرآن من فوق 7 سماوات موافقا لقوله. أنا عاوز أقدم نصيحة للدكتور مرسي من كلام سيدنا عمر. عمر قاعد مهموم حزين، فابن عباس بيقول له: إيه سبب الهم والحزن؟ فقال عمر: لا أجد لهذا الأمر من يحمله. لا أجد لهذا الأمر، أي لأمر الولاية وأمر الحكم، لا أجد لهذا الأمر من يحمله. سيدنا ابن عباس استغرب زي حالاتي وزي حالاتكم كده، قال له: يا أمير المؤمنين، لا تجد لهذا الأمر من يحمله وانت بين الأطهار دول وانت بين الكبار دول؟ أين أنت من فلان وفلان وفلان؟ وظل ابن عباس رضي الله عنهما وعن عمر يعدد أسماء الأطهار من الأخيار من أصحاب النبي المختار. أين أنت من فلان وفلان وفلان؟ اسمع بقى أخي الدكتور مرسي، ماذا قال عمر؟ أنت حضرتك قلت لي قبل كده في مكالمة هاتفية، حضرتك اللي كلمتني وقلت لي انصحني، كل آذان صاغية بنفس اللفظ. أكبرتك ولا زلت أكبرك وأدعو الله لك ورب الكعبة في الليل والنهار أن يسددك وأن يلهمك الرشد والصواب والتوفيق والسداد للخروج بمصرنا من هذه الأزمة الخطيرة. ماذا قال؟ هذه نصيحة من عمر يا دكتور محمد. قال عمر لابن عباس: يا ابن عباس، هذا الأمر لا يحمله إلا اللين في غير ضعف. لا يحمله إلا اللين في غير ضعف، والقوي في غير عنف، والقوي في غير عنف، والجواد في غير إسراف، والممسك في غير بخل. ولا يطيق هذا الأمر إلا رجل لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع. بس دي نصيحتي يا دكتور محمد، دي نصيحتي يا دكتور محمد. أسأل الله عز وجل أن تبلغك. هقولها تاني. قال عمر: هذا الأمر لا يحمله إلا اللين في غير ضعف، والقوي في غير عنف، والجواد في غير إسراف، والممسك في غير بخل. ولا يطيق هذا الأمر إلا رجل لا يصانع، أي لا يتملك أحدا، ولا يضارع، أي لا يخضع ولا يذل، ولا يتبع المطامع، لا يريد دنيا ولا يريد هوى ولا يريد كرسيا زائلا ولا منصبا فانيا. هذه نصيحتي، أرجو أن تتدبرها وأن تتأملها. أعلام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. أعلام الرجال صناع الحياة، أقمار